ايه اللي هيحصل بقى الفتره الجايه؟ الاهلي منتظر رد اتحاد الكره المصري. يا سلام. كان في اجتماع لاتحاد الكره اتاجل. احنا بنلعب يعني في جيم دلوقتي، فوتبول جيم، في جيم خلاص واضح، في جيم. الاهلي منتظر، عنده 4 حاجات. الاهلي عنده 4 حاجات. ايه 4 الاشياء دولت؟ 1، الاستماع للفار. هتعملوا معايا ايه في اللي انا طلبته؟ يعني الاهلي عنده 4 طلبات، او نخليها 5 بلاش 4، تبقى 5 طلبات بلاش 4، هزود واحدة من عندي. فالاستماع الى الفار، الاستماع للفار. هتعمل معايا ايه؟ انا كنت طلبت ان انا استمع للفار. قانوني مش قانوني، في لائحه مفيش لائحه، عايمه. اتحاد الكره وافق. خلي بالك بره موجوده، في الدوري الاسباني موجوده، في اوساسونا وريال مدريد، والحاجات اللي حصلت مطلوبه، وراح 2 فنيين من مجلس الاداره راحوا. ايا كان، في فار ولا مفيش فار؟ هستمع ولا مش هستمع؟ رقم 1. طيب رقم 2، عقوبه الشناوي ايه؟ انا قدمت فيها التماس. هتعمل معايا ايه في عقوبه الشناوي؟ الراجل خد 4 مباريات. ده رقم 2. طيب رقم 3، طيب هتعمل معايا ايه في الشكوى اللي انا قدمتها في حكم المباراه محمود وفا؟ انا قدمت شكوى ان هو كان في كلام بينه وبين اللعيبه، عايزين نستمع للسماعات وما حدث من محمود وفا تجاه اللعيبه. ادي 3 حاجه. هتعمل ايه معايا في الجواب اللي معايا، اللي هو ان انت بعت لي ان احنا عايزين نجيب حكام اجانب للماتشات، لكن الخبره والوقت والحكايه والروايه، وطلع اوسكار قال لك انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده. نمره 5 اللي انا مزودها من عندي، هتعمل معايا ايه في كل ده؟ على اساسها انا هعرف اخد قراري. ده النادي الاهلي، هذا هو موقف النادي الاهلي من اتحاد الكره المصري. فالوضع شائك في ظل، خلي بالكم، في ظل ايه بقى؟ في ظل مباراه الزمالك وبيراميدز القادمه، ومباراه الاهلي وبيراميدز اللي بعدها، ومباراه الاهلي والزمالك 1/5. على 1/5 كل سنه وانت طيب هتعرف مين بطل الدوري. انا بقولها لك اهو، لان هيبقى في ماتش، هيبقى في 2، اي فرقه متصدره هتاكل الماتشين دولت لو حتى حصل ايه. لكن ماتش البيراميدز والزمالك، بيراميدز والاهلي، الاهلي والزمالك ورا بعض ال3. يعني بيراميدز هيلاعب الزمالك وهيلاعب الاهلي، في نصهم الزمالك تقريبا هيلاعب انبي. فالموضوع صعب جدا. فيا جماعه الخير، بلاش دوشه. يعني في اتجاه في النادي الاهلي، في صوت عقل في النادي الاهلي ظهر بالامس وقال لك يا جماعه هدوا الدنيا شويه، نستنى اتحاد الكره هيعمل ايه، وعدي الموجه شويه وهدوا الدنيا شويه. احنا النادي الاهلي، احنا نادي كبير، احنا نادي كله بطولات. يعني في اصوات كده بتطلع في النص بتبقى جميله جدا، هنقول هذه الاصوات لاحقا ان شاء الله لما الدنيا تهدى. هو لا جو شعارات، ولا جو فتح صدر، ولا جو ان واحد ياخد بطوله، ولا واحد ان يتصدر المشهد. احنا عايزين نخرج من هذا الدوري البر الامان. كفايه يا جماعه ان احنا 7 بيتنافسوا والباقي بيتنافس على الهبوط. يعني احنا في وضع مش تمام قوي يعني.